السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا حبايبي هنعمل مكرونه بشاميل. هنعملها بالفراخ مش هنعملها باللحمه. انا عندي صدر فراخ كده اقطعه واعمل المكرونه بيه. ويلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف ايه الوصفه بتاعتي النهارده. بص الصينيه شكلها تحفه ازاي. وعملت الصينية وعملت الطاجنين دول كمان. عندي صدر فرخة كده قطعته قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين معايا كده. جبت طاسة حطيت فيها شوية زيت وسخنتهم، وبعدين حطيت الفراخ تاخد صدمة. قطعتها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا مقطعة قطع صغيرة خالص. دي صدر فرخة كان عندي وقلت اقطعه واعمله، فانا اللي مقطعاه. مسكته قطعته كلها حتت قطع صغيرة قطع صغيرة كده. انا كنت عايزه افرمه في الكبه بس قلت لا، انا هقطعه احسن بدل ما افرمه. حطيت في الطاسه شويه زيت كده ونزلت بيه، خد صدمه زي ما انتم شايفين كده عشان ما ينزلش ميته. لازم تكون الطاسه مسخنه الطاسه جامد، وكنت حاطه فيها شويه الزيت. حطيته كده خد صدمه وقلبت بقى كده. الفراخ ما بتاخدش سوا، فالفراخ بتستوي على طول. كان عندي بقى جبت بصلايه كبيره كده او بصلتين حسب ما انت، حسب ما بتحبي وحسب ما بتعملي. قطعت البصله مكعبات زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها على الفراخ وبقلب برضو على طول كده عشان الفراخ ما بتاخدش سوا، بتستوي على طول. فانا بقلب على طول وبحط الحاجه بتاعتي، ما بخليهاش تاخد وقت. التوابل اللي عندك بقى اللي انت بتحبيها وعايزه تحطيها تحطيها. انا حطيت فلفل وحطيت كمون زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وتيجي تعملي الاكل ما كترش في التوابل قوي عشان تحسي بطعم الاكل، التوابل ما تبقاش كتير كده، وتغطي على طعم الفراخ بتاعتنا او المكرونه او اللحمه او اللي انت بتعمليه. لما تحطي توابل كتير فبتغير طعم الاكل، ما بتحسيش كده بطعم الحاجه اللي انت عاملاها. فانا حطيت فلفل وكمون كده وخلاص، وشويه ملح بقى. انا كنت سلقه المكرونه وحاطه لها شويه ملح في السليق. قلبت كده الفراخ في البصله كده، خليت البصله خدت تشويحه كده مع الفراخ. ما بطولش برضو في السوا قوي مع في الحاجه علشان الفراخ ما بتاخدش سوا. جبت فلفل حامي بقى خرطته كده، وفلفل عندي فلفل حامي وفلفل رومي كنت مخرطه كده زي ما انتم شايفين. خرطته كده مكعبات حتت صغيره. انا عملت قرن واحد بس حامي. وعندي بقى فلفل الوان كده كنت مقطعاه، حطيته برضو على كده على الفراخ بتاعتي، واقلب زي ما انتوا شايفين معايا كده. تقلبي تقلبتين وتحطي الحاجه اللي بعدها، علشان كده الفراخ ما بتاخدش سوا، فما تكتريش في التقليب جامد. وجبت طماطميه كده قطعتها مكعبات صغيره كده وحطيتها على الفراخ وقلبتها كلها كده ببعضها، وسبتها تاخد بقى تاخد غلوه مع الفراخ مع البصل مع الفلفل. وحطيت لها توابلها وحاجتها وكده الفراخ بتاعتنا استوت زي ما انتوا شايفين كده. هي بتغلي معايا اهو، اقلبها كده يبقى كده زي ما انتوا شايفين كده استوت يا حبايبي. هنعمل بقى البشاميل. انا مش هحمر الدقيق بالسمنه، لا انا هحط الدقيق على اللبن واحط له السمنه واقلب، بس اقلب الدقيق جامد كده مع اللبن. جبت اللبن بتاعي حسب الكميه اللي انت هتعمليها. كان عندي كيلو حليب كده كيلو لبن. حطيت 4 معالق دقيق وقلبت كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين كبيته في حله وحطيته على البوتاجاز وحطيت له معلقتين سمنه، وتنيت نقلب فيه زي ما انتوا شايفين كده. حطيت له شعرة فلفل اسود وشعرة ملح. المكرونه بتاعتي حبايبي كانت مسلوقه اهي، كنت سلقاها كده وحطها جنبي. جبت صينيه بقى اللي انت هتعملي فيها، صينيه مربعه صينيه مدوره حسب ما انت هتعملي. وكنت جايبه زبده كده، حطيت شويه زبده على معلقتين زبده كده على البشاميل بعد ما اتعمل وهو سخن كده، بيخلي طعم المكرونه جميله بصراحه يعني.
حطيت كده شوية بشاميل على المكرونة وقلبتهم كده كلهم كده في الطبق، كبشتين كده بشاميل. وبعدين فضيت ايه المكرونة شوية كده في الصينية، وبعدين حطيت الفراخ بتاعتنا. وبعدين رحت حاطه ايه الفراخ اللي بتاع دي، اللي حطيت الفراخ فوق المكرونه. وبعدين كنت ايه جبت المكرونه الباقيه حطيتها فوق الفراخ اهي حبايبي زي ما انتوا شايفين كده معايا. جبت بقى بقيه المكرونه حطيتها فوق في الصينيه. وبعدين ايه حطيت بقى البشاميل على الوش اهي حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. فردت بقى المكرونه كلها كده فوق الطبقة بتاعتنا اللي هي بتاعت الفراخ ديت. وكنت مجهزة بقى البشاميل، حطيت بقى البشاميل كده على الوش، وبقى شوية معايا من المكرونة ومن الفراخ. كانت الصينية اللي معايا ما كانتش كبيرة اوي، كنت اعملهم في صينية بس ايه قلت اعملهم في طاجن. فجبت طاجنين كده ورحت جاي ايه حطهم حطيت فيهم شوية المكرونة، وحطيت عملتهم طاجنين كده ايه مكرونة بشاميل زي الصينية، عشان الصينية اللي كانت معايا دي كانت صغيرة، فبقى مكرونة وبقى بتاع كتير فراخ اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. جبت الطواجن وحطيت شوية مكرونة، وحطيت الفراخ في الوسط، وحط في نصهم كده. وبعدين حطيت عليهم ايه البشاميل على الوش. ودي صينية البشاميل بتاعتنا اهيت يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. حطيت البشاميل كده على المكرونة وسويتها زي ما انتوا شايفين، واهي يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده خلصتها اهيت. وعملت الطواجن دي اخرى جنب الصينية. انا بجيب زبدة بقى، بتبقى عندي زبدة كده او قشطة حسب ما عندي، بروح حطها ايه على وش المكرونة بتاعتي. عندي جبنة احط، عندي زبدة احط زبدة بلدي، عندي قشطة احط، فاللي موجود عندي بيفيد يعني وبعمل بيه اي حاجة موجودة من دولت عندي بعمل بيها. زبدة بحط، قشطة بحط، جبنة عندي برضو بروح حاطة. فانا ما كانش عندي جبنة، كان عندي اللي هي الزبدة دي زبدة بلدي، قطعتها كده زي ما انتوا شايفين كده عشان كنت مطلعاها من التلاجة، وفردتها كده ايه على وش الصينية. وحطيت برضو على كل طاجن كده شوية، وحطيت الصينية في الفرن. وهي طلعت معايا هي حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. قولوا لي ايه رايكم فيها بقى. والله كانت جميله وتحفه بصراحه، يعني قشطه او زبده او بتاع او جبنه، فهي بتقضي الغرض يعني، بتبقى جميله بصراحه. وطلعت زي ما انتوا شايفينها كده. وقولوا لي ايه رايكم النهارده في المكرونه بتاعتي، يا رب تعجبكم. وما تنسونيش باللايك والشير واشتركوا في القناه. والزبدة او القشطة بتطعمها اكتر وبتدي طعمها حلو. بعدين بعد ما بعمل البشاميل قبل ما يبرد بحط عليه معلقتين زبدة وقشطة. متنسونيش باللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.